كابتن سيد نازل الانتخابات، لكن هل بقى مع مين دي حاجه بقى ترجع له هو ولا ايه يا كابتن سيد؟ لا يعني هو طبعا ما تعرفش الخير فين، ده واحد. اتنين يعني في توقيت برضو مهم قوي ان احنا نراعيه، ان انت بتتكلم على ماتشات ودوري والاهلي الحاجات دي ما بتتقالش حتى في التلفزيون يعني. لازم يبقى في حاجات وفي كبير في الاهلي لازم تراجعه، ده لو انت بتفكر يعني. ومش شرط الخير يبقى ليك انت، يبقى خير للنادي. كبير في الاهلي تراجعوا ده رئيس النادي ولا حد طبعا في اعلى؟ كبار في الفرقه، لا في سوري، في كبار في النادي. مش رئيس قصدي يعني النادي حسن حمدي ولا الخطيب مثلا ولا الاثنين؟ لا في يعني في في لجنة لجنه حكماء، حكماء. وفي كبير في النادي دلوقتي كابتن الخطيب طبعا. ايوه كابتن طبعا الخطيب. يعني الاصول لازم تقول كده يعني. اه لكن انت حاسم ولا لا؟ لا ما تعرفش. وممكن مش شرط يبقى خير ليا وخير للنادي، لو في حاجه ممكن ما يبقاش في خير للنادي، فما ينفعش تاخد خطوه وما تبقاش فيها حاجه حلوه للنادي يعني. يعني خلينا ننتظر، لان ربنا سبحانه وتعالى اللي انت متردد؟ بيقدر الامور. لا مفيش حاجه اسمها تردد، لكن في ده انت واخد، ده انت حاسم امرك. في حاجات يعني لازم، انا اعرف كده يعني حاسم لا امرك. في حاجات لازم تعترف ان الرياضه فيها احداث سريعه قوي، ما ينفعش ان انت تبقى حاطط حاجه وبعدين بكره تتغير يعني. فخلينا نشوف يعني، واللي كاتبه ربنا يكون. حاسس ان انت متخوف؟ متخوف؟ اه لا خالص. يعني حاسس ان هي مرحله لا جديده؟ خالص. لا يعني خالص انا عملت حاجات كتير قوي. ليه بتحسبها كده؟ اللي جاي ده ليه ايه؟ بتحسبها كده؟ ليه بتحسبها كده؟ انت بتحسب ان ممكن تبقى انت متخيل ان في حاجه خير ليك وهي مش خير ليك. تمام. لكن في الاصول لازم تتبع على طول، دايما في الاصول في الاهلي مش كل حاجه الحلوه ليك انت ممكن تبقى حلوه للنادي، ممكن ما تبقاش كده. لازم تراعي حاجات كتير قوي يعني. لكن ايه اللي هيحصل بكره الله اعلم. يعني انت لو اتقال لك ما تخشش مش هتخش؟ لو في مصلحه النادي مش اه هتخش طبعا. مش هتخش. تمام.